بسم الله الرحمن الرحيم. آخر فيديو كنا اتكلمنا مع بعض عن ازاي بنفصل الصوت عن الموسيقى باستخدام الكاب كات عن طريق الاوبشن اللي هو vocal isolation. كذا حد قال لي ان الاصدار عندهم مفهوش الاوبشن بتاع الvocal isolation ده، مع ان المفروض ان هم يعني شغالين على احدث اصدار، وانا برضو شغالة على احدث اصدار. بصراحة انا مش عارفة المشكلة في ايه. هو غالبا الكاب كات لما يجي يجرب فيتشرز جديدة او حاجة بيعملها لبعض المستخدمين مش لكل الناس، فممكن يكون ده اللي مسبب اختلاف ما بين الإصدارات بتاعتنا. على العموم الإصدار التاني اللي أنا كذا حد قال لي عليه كانت الشاشة بالمنظر ده. الأوبشن اللي موجود مكانه اللي هو separate audio، اللي هو نفصل الصوت. الفرق بينه وبين الأوبشن اللي عندي اللي هو الفوكال ايزوليشن، إن في الفوكال ايزوليشن كان في 2 اوبشنز بس، اللي هو الكيب فوكال اللي هو بيحتفظ بالكلام وبيلغي الموسيقى، والاختيار التاني اللي هو بتاع الريموف فوكال اللي هو بيمسح الكلام وبيحتفظ بالموسيقى بس. انما الاوبشن البديل اللي موجود هنا اللي هو separate audio، لما بندوس عليه كده بيظهر لنا بالمنظر ده. هو مكتوب هنا جنب الاوبشنز بتاعته free، هو غالبا ممكن يكون free trial بس كده، نسخة تجريبية لحد ما يختبروها كده هتبقى تمام ولا لأ، ومش عارفة بقى هيخلوها تبع النسخة البرو بعد كده ولا هيسيبوها في النسخة المجاني. على العموم احنا هنشرحها مع بعض برضو. لما نختار ملف الصوت عندنا وندوس على separate audio بيظهر لنا كذا اوبشن بقى، مش 2 اوبشنز زي التاني. هنا مفصصها لنا اكتر اللي هو الفوكالز، اللي هو لو احنا عايزين نحتفظ بالصوت ونلغي الموسيقى بنختار vocals وندوس هنا على separate، ان هو بيقولك keep remaining audio، وندوس على separate هنا، وساعتها بيفصل لنا الصوت عن الموسيقى. هو بيجيب لنا هنا الصوت بس وبيمسح الموسيقى كلها. ده زي اللي هو الاوبشن بتاع keep vocal اللي هو في الاصدار اللي عندي. الاوبشنز التانية بقى ان هو بدل ما يفصل لك الموسيقى بس مقسمها لك هنا اوبشنز تفصيلية، اللي هو لو عايز تفصل الانسترومنتس كلها على بعض اللي هي موسيقى تفصلها لوحدها هيمسح لك الصوت. وهنا ممكن تفصل الدرامز بس لوحدها، لو عايز تفصل صوت الطبلة لوحدها او صوت الجيتار لوحده او اي آلة تفصلها لوحدها ممكن تفصلها. فساعتها بتختار مثلا instruments مثلا وتدوس على separate، ساعتها هيفصل لك موسيقى عن الصوت، هيجيب لك الموسيقى بس. ممكن تختار الدرامز وتعمل سيباريت، وساعتها هيجيب لك اللي هو صوت الطبلة بس الموجودة في الأغنية وهيمسح لك الباقي. فهو يعتبر نفس اللي كان موجود قبل كده، بس الفرق ان هو فصص لك الموسيقى ان انت ممكن تفصلها آلة instrument جيتار لوحده طبلة لوحدها وهكذا. تختار الاوبشن اللي انت عايزه وتدوس سيباريت. تمام كده. انا حبيت بس اوضح النقطة ديت لان كذا حد سألني عليها. وانا لغيت الكاب كات من عندي ونزلته تاني عشان تجيلي الاوبشنز ديت، بس هو الاصدار اللي عندي الاحدث حاجة موجود فيه بالمنظر ده. بس حبيت برضو اشرح لكم الاصدار التاني اللي موجود عند بعض الناس بحيث يبقى عندكم كل الاختيارات موجودة وتبع الاصدار اللي عندكم تعملوها. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة. لو عندكم اي استفسارات تانية اكتبولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.